منى كانت بنت جميلة فوق الوصف، شعرها بني ناعم وطويل، عيونها خضرة بتلمع، عندها 17 سنة، مغرورة جداً وما بتسمعش كلام حد، شايفة إنها أجمل واحدة في الدنيا والكل تحت رجليها، وبتتعامل مع الكل بتكبر وتعالي واحتقار. يوم من الأيام منى كانت بتزعق جامد لأبوها، خناقة سخنت، جريت بسرعة على الحمام وقفلت الباب بعنف وبدأت تصرخ بصوت عالي جدا، صريخ مرعب كله خوف وغضب، وكل البيت فضل ساكت يسمع صدى صوتها جوه الحمام المسكون. ناس كتير ما تعرفش إن الحمامات القديمة خصوصاً اللي جنب الترع بتكون مسكونة بعفاريت كتير أعدادهم بالآلاف، قاعدين ساكتين مستنيين أي لحظة ضعف، لحظة غضب، أي بنت قلبها مهزوز يقدروا يدخلوا جسمها بسهولة وقتها. الخناقات بين منى وأبوها كانت كل يوم بتزيد، صوتها بيعلى، عينيها بتلمع من الغضب، وفي لحظة وهي بتصرخ فجأة اتسمرت مكانها، جسمها اتشنج، عينيها اتقلبت، وكانت اللحظة دي هي أول مرة الشياطين لبست جسمها بالكامل. تاني يوم الصبح منى كانت قاعدة في أوضتها ساكتة تماماً، لا بترد ولا بتتحرك، شعرها منكوش ومليان تراب، عينيها حمرة وكل ملامحها اتغيرت، بقت شبه الميتين، وأهلها مرعوبين منها ومش عارفين إيه اللي حصل بالظبط طول الليل. كل يوم بالليل منى كانت بتلبس جلابية بيضة وتخرج تمشي لوحدها جنب ترعة المريوطية، الناس بتشوفها من بعيد، شعرها بقى عبارة عن تعابين بتتحرك، وعينيها حمرة بتنور في الضلمة، منظرها كان مرعب يخلي القلب يقف. جابولها شيخ كبير في السن علشان يحاول يطلع العفريت منها. أول ما بدأ يقرأ قرآن لسانه اتشل، جسمه ارتعش وعينيه اتقلبت، بص للناس وقال بصوت مبحوح: دي مش لابسها جني واحد، دي لابسها قبيلة كاملة من الجن السفلي. وفجأة منى صرخت بصوت راجل خشن وعميق: احنا مش هنخرج منها، احنا بنعشقها. الصوت كان بيخبط في الحيطان زي الرعد، والناس وقعت على الأرض من الخضة، وكل حاجة حوالين منى بدأت تتكسر لوحدها بدون ما تلمسها. في يوم لقوا منى واقفة على سطح أطول عمارة في المريوطية، الناس تحت مصدومين، العمارة ما فيهاش سلم والسطح مقفول، ومع ذلك كانت واقفة فوق بتبص على الناس، شعرها بيطير مع الهوا وعينيها بتنور زي النار. أهل منى فقدوا الأمل، جابولها خرزانة خشب وفضلوا يضربوها بيها عشان العفاريت تخرج، بس كل لما العصاية تنزل على جسمها كانت تضحك بصوت شيطاني، ضحكة تخلي الدم يتجمد، والضرب بيزود قوتها مش بيضعفها. بعد ما العفاريت سكنت جسم منى بقوا يطلعوا منها بالليل ويعملوا رعب في المريوطية. منى بقت تمشي على الترعة تاكل الحيوانات الميتة، عينيها بتبرق، وكلبها عضه مرة وقع ميت، والناس بقت مرعوبة تخرج بالليل. الناس بقوا يشوفوها من بعيد بتراقب أطفالهم، عينيها بتتحرك وراهم في كل حتة. واحدة ست قالت إنها شافتها بتهمس لابنها وهو نايم، والعيال بدأت تصحى مفزوعة، وناس كتير قالت إنها بتحاول تسحبهم لعالمها السفلي. سكان المريوطية قرروا يشغلوا القرآن من الميكروفونات ومن الجوامع بصوت عالي جدا. يومها السما اسودت فجأة ومطر غزير نزل، ومنى كانت بترج جسمها جوه الأوضة وعينيها بتولع وصوتها بيطلع أصوات متداخلة غريبة. وأخيراً أول ما صوت القرآن ملى المكان، العفاريت طلعت من جسم منى على شكل دخان أسود كثيف. منى وقعت على الأرض ساكتة وفتحت عينيها ورجعت طبيعية، بس القصة كلها اتنست ومحدش افتكرها غير اللي اتعامل مع عالم الجن. لو قلبك جامد ولسه مكمل معانا لحد هنا، يبقى لازم تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عالم دارك تيلز المرعب. هنا الرعب مش حكايات، هنا الرعب واقع، واحنا لسه بنبدأ، اللي جاي أبشع. كل اللي حصل ده